فجأة سبونج بوب أخد باله إن بسيط مش في البيت، وكان في ورقة على الباب بتأكد غيابه، وحتى ساندي كمان نفس الكلام. سبونج بوب حس إنه قليل الحيل، فما كانش قدامه حل غير إنه يروح لشفيق يقضوا وقت سوا. يا شفيق، تيجي نلعب؟ لا. متأكد؟ وعشان يستغل إجازته النادرة دي، سبونج بوب جرب ألعاب كتير، وفي الآخر قرر يبتكر صديق الفقاعة. أخد صاحبه الجديد لمطعم مقرمشات سلطع، وعرف شفيق عليه، بس شفيق تريق عليه. في الأول شفيق ما كانش عايز يخدمه، بس مستر سلطع قفشه، ومستر سلطع طول ما فيها مكسب مستعد يخدم أي حد. فشفيق استسلم، وسبونج بوب طلب كل المنيو بكرم. أنا بحب صديق الفقاعة يا شفيق، وري أحسن زبون ترابيزته، ده عطشان. شفيق رشح له شامبو المطعم، بس سبونج بوب حس ريحته مش مألوفة. شفيق طلب دعم مستر سلطع، بس الزبون دايما على حق، فشفيق دق الشامبو بنفسه واكتشف إنه فعلا غلط. شفيق طلع عربية برجر سلطع، بس سبونج بوب قال إن صاحبه عنده حساسية من الجبنة. فشفيق رجع المطبخ تاني وعمل كمية طازة، وقشر وش العيش، واهتم بكل تفصيلة طلبها سبونج بوب. ولحسن الحظ شفيق كان باله طويل وخلص كل الطلبات، وفي النهاية دفعوا الحساب ومشيوا. مستر سلطع كان طاير من الفرحة بالزبون الغني ده، وسبونج بوب قالوا صديق الفقاعة هو اللي دفع. لكن مستر سلطع اتفاجئ، ايه ده؟ فلوس فقاعات؟ على الأقل سابوا بقشيش. بعدها سبونج بوب أخدوا على الشاطئ وفرجوا على المكان. في اللحظة دي جه شخص مش معروف وطلب من سبونج بوب يغطيه بالرمل. سبونج بوب غطاها بسرعة وافتكر إنه وراه تسوق، فساب مهمة إنه يخرجه لصديق الفقاعة، وقال له ما تفضلش واقف يا صاحبي، الموج بيعلى. بعدها راحوا للجيم، وسبونج بوب بدأ يقلدهم، بس لقطوه وافتكروا إنه بيتريق عليهم، فما كانش قدامهم غير إنهم يمشوا. لؤلؤة كانت محظوظة وسلمت بالإيد على الشخص المشهور اللي بتحبه، وحلفت ما تغسلش إيدها، بس سبونج بوب جه وعرف صاحبه عليها وخلاهم يسلموا، ولما في وقت لقت إيدها اتغسلت وبقت نظيفة. بعدها أخد صاحبه للحمام. جه شخصين وراه عشان يدخلوا، فسبونج بوب طلب منهم يستنوا لأن دي أول مرة صاحبه يدخل لوحده. الانتظار دخل في ساعتين والطابور بقى طويل جدا. الراجل اللي في الأول ما بقاش قادر يستحمل، فتح الباب بنرفزة واكتشف إنها مجرد فقاعة. كل الناس حسوا إن ضحك عليهم. الكل اتجمع ومستر سلطع وشفيق جريوا على الدوشة، والأسوأ حظاً كان الراجل المدفون، لأن الموج عليا وبقى تحت المية وتعبان. كلهم طلعوا دبابيس وبصوا لسبونج بوب بزعل وغضب وقرروا يحاسبوه. سبونج بوب قعد يدمع ويترجاهم، بس شفيق كان متضايق جدا وقرر يكون أول واحد يتحرك ضده. ولسه الدبابيس هتوصل وتصيبه، صديق الفقاعة صد الخطوة دي واكتشف إنه مش واحد منهم، فودع سبونج بوب وركب تاكسي ومشي.